ايه يا حبايب قلب اخوك، ايه يا حبايبي طلعلكم متاخر ليه؟ طلعلكم متاخر عشان في سبب، عشان تبقى اخر حاجه انتوا تناموا عليها هو وش القمر ده. ربنا يكون في عونكم يا حبايب قلب اخوك. نسيتوا ان بكره عندنا ماتش ولا ايه قصتكم؟ لا حاسه ان انتوا كده همتوا. هو عشان الماتش بكره من غير جمهور برج العرب ما نشجعش الاهلي؟ عيب والله. الحمد لله الماتش بكره من غير جمهور، ولكن الدروس المستفاد ان تم حل رابطه باور فاميلي، قصدي اهلي فاميلي. الحمد لله الرابطه اتحل، الحمد لله والف حمد وشكر لك يا رب. انا بنت وكنت بروح المدرج صوتي بيرجع رايح 4 ايام وهم قاعدين ساكتين الشباب. عيب والله. انا قائد مدرج عنهم. النادي الاهلي يلتقي بالمصري غدا الساعه 8 مساء عبر قنوات اون سبورتس. كل ماتش للنادي الاهلي الفتره اللي جايه بعنوان الدوري يا اهلي، ما ينفعش نقطه واحده نفرط فيها. كابتن عماد النحاس وفقا لتصريحات شوبير طلع وصرح وقال، كابتن احمد شوبير اللي طلع وصرح قال ان كابتن عماد النحاس مثبت التشكيل. يعني الكلام اللي هو اتقال امبارح مني في حوار ان كريم نيدفيد ربنا يخلص منه وعمر الساعي ان هو سوف يعتمد عليهم في وسط الملعب، انا ما اعرفش الكلام ده كان وفقا والله العظيم اليوم السابع. كان كابتن احمد شوبير قال لك ان في تشكيله سابقه، خلاص هنثبت التشكيله، نثبت التشكيله يا كابتن احمد ويا كابتن عماد، احنا وراك كل الناس، انا معاك انا معاك. ده يجي يقول لي يا بكره معلول اساسيا ولا لا، هقول لكم ما اعرفش، بس اللي اعرفه ان اكيد مش هيكون اساسي، ده وجهه نظري. ليه؟ هقول لكم العب بالي. لا الراجل بيقول هيثبت التشكيله، اكيد مش هيبدا بعلي معلول وهينزل بديل. يعني كل ماتش هيديله ربعايه في نصايه في تلتايه. سيب الماتش كله، خلي بالكم انا بفضل قاعده مستنيه التلت ساعه اللي علي معلول هيلعب فيها بالدنيا وما فيها. والله الناس اللي بتسال على عمر كمال مصاب عشان كده مش بيدخل في القائمه. الكلام اللي هقوله دلوقتي ده انا مش متاكده منه بنسبه 100%، لان البيجي بتاعت النادي الاهلي الرسميه ما بتنزل القائمه بتاعه المباراه دي، بتبقى اجتهادات. ولكن في كلام بيتقال ان اكرم توفيق دخل القائمه وخروج عمر الساعي بره القائمه، يعني كده عمر الساعي مش موجود بكره. يعني الكلام اللي اتقال ان كريم نيدفيد وعمر الساعي تم اعتمادهم في نص الملعب، الكلام ده لا اساس له من الصحه، عشان ما بحبش اقول معلومه وتاني يوم قال انت قلتي حاجه غلط. لا انا ما قلتش حاجه، انا ما بقولش حاجه غلط. انا لما بقول حاجه بقول الحاجه دي مصدرها ايه من اللي قلت. يعني مثلا طلعت قلت ان بكره قائمه النادي الاهلي ده وفقا لاحمد شوبير مثلا، قول وفقا لكذا. امبارح الاخبار اللي كنت قايلاها بتاعت كريم نيدفيد وعمر الساعي كان انا ما كنتش فاكره والله وفقا لايه، بس كان وفقا تقريبا لليوم السابع. حكما للساحه بكره احمد الغندور. كل التوفيق للنادي الاهلي غدا 11 رجل في الملعب، ماتش من غير جمهور. لكن يعني اقول لكم على حاجه بيني وبينكم، يعني جمهور برج العرب غير وكل الكلام ده، ولكن والله العظيم الجمهور اللي كان بيروح مش ليه لازمه. يعني لو في بعض من الجمهور بيشجع فالاغلبيه مبوظه الشقه. يا جماعه انا بنت والله العظيم كنت قاعده بشجع، كنتش قاعده في الثالثه اشمعنى، كنت قاعده في الاولى. ناس قاعده مستغرباني، انتوا مستغربيني ليه؟ انا لو عاوزه اتفرج على مباراه ما انا هتفرج في البيت، لكن انا رايحه الاستاد عشان اساند فريقي واشجع. الثالثه شمال بتبقى في حاله ذهول. فين الثالثه شمال ايام زمان يا جدعان؟ والله الحمد لله ان الرابطه اتحل. نحتاج مش لمدرب، لا نحتاج لقائد مدرب من بتوع ايام زمان، واديله ادي يا اهل. وكابتن عماد يا نحاس وراك كل الناس اللي عندك احساس، اوعى نخسر بكره يا كابتن عماد يا نحاس.